أهلا بكم من جديد. بالانتقال إلى الأخبار الإقليمية، مصر التي عاشت أمس أول يوم من تاريخها المعاصر من دون حسني مبارك اكتشفت اليوم أن 19 قطعة أثرية ثمينة سرقت من متحفها الوطني. في اليوم الثاني بعد تنحي الرئيس حسني مبارك، عمل الجيش المصري على استعادة سيطرته على ميدان التحرير وسط القاهرة، فيما بدأت حركة السيارات تعود إلى طبيعتها من جديد في محيطه لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين، باستثناء رقعة صغيرة رفض متظاهرون مغادرتها. وإذ رفض بعض المحتجين مغادرة الميدان والخيم التي نصبوها في داخله، وأحاط الجيش بهم محاولا حملهم على المغادرة، فيما انضم إليهم آخرون دخلوا الميدان مجددا وهم يرددون سلمية سليمة، في وقت بدأ أن آخرين يدعمون الجيش في تحركه. الوقت ما فيش حد بيثق في حد، فالجيش وقف معانا. المفروض ان احنا بنثق في الجيش عشان الجيش يكمل بينا المسيرة ونقدر نخلي مصر متقدمة. أعمال التنظيف تواصلت أيضا في الميدان، فيما بقيت دبابات الجيش متمركزة في محيطه لتسهيل إبقاء شوارعه مفتوحة، وبيان عسكري جديد للتعاون مع القوى الأمنية وإعادة التأكيد على التزام معاهدات مصر السابقة. التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة ما ورد بالبيانات السابقة على كافة جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد للأمام، وعلى الشعب تحمل مسؤوليته في هذا الشأن. وعقدت الحكومة المصرية أول اجتماع لها برئاسة أحمد شفيق بعد تنحي مبارك الذي أزيلت صورته من قاعة الاجتماعات الحكومية. هذا وكانت ترددت طوال الليل أصداء الاحتفالات في ميدان التحرير، أعلام مصرية ارتفعت ألوانها على الوجوه والهتافات بالفرح أينما كان، إلا أنها ترافقت أيضا مع تظاهرات انتشرت في القاهرة وبعض مدن دلتا النيل مطالبة بوضع حد للفساد المالي وبتحسين الأوضاع المعيشية للعمال وبرفع رواتبهم، في الوقت الذي ستعقد فيه الحكومة التي يرأسها الفريق أحمد شفيق اجتماعها الأول بعد تنحي مبارك. تزامنا مع تعيين الحكومة الإسرائيلية الجنرال بني غانتس رئيسا جديدا للأركان خلفا لجابي أشكنازي، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية التزام مصر بالمعاهدات الإقليمية والدولية. وقال نتنياهو إن معاهدة السلام القائمة منذ وقت طويل بين مصر وإسرائيل عادت بنفع كبير على البلدين، مضيفا أن الاتفاق هو حجر الزاوية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط ككل. على خطى الثورة المصرية تظاهرات في اليمن والجزائر مطالبة بتغيير النظام وصدامات مع قوى الأمن في البلدين. تزامنا مع نجاح الثورة المصرية في